سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشاهدوا في فيديو اليوم حبيت نطلع لكم بالعجينه المورقه، واللي ما ينجح لهاش او ما تنجح لهاش هاد العجينه تبع طريقتي وان شاء الله تنجح فيها. هنا خدينا كيلو فرينه، زدت له 10 ملاعق من الزيت باش نبسو بها العجينه. نضيف له ملعقه كبيره من السكر، ونضيف ملعقه من الخل، نضيف اما ملعقه صغيره من الملح او نصف ملعقه كبيره ملح، يعني ملعقه صغيره ملح تساوي نصف ملعقه كبيره. والاضافه هي نديو طرف كما راكم تلاحظوا من الزبده المورقه ونحلوه في العجينه، يكون طري طبعا، ونحلوه باطراف الاصابع فقط ونضيفوه للعجينه. وهذه الاضافه تزيد في توريق العجينه. ندمج المكونات مع بعض ونحاولوا نخدموا باليد باش تدخل كل الزبده المورقه اللي درناها والزيت وكل المكونات مع بعض وتتبسس لنا العجينه كما راكم تشاهدوا. ونبداو نجمعوا بالماء باش نتحصلوا على عجينه طريه متماسكه كما راكم تلاحظوا فيها راهي طريه. نجمعوها ونحطوها في كيس على جنب. في جهه اخرى نمروا الباقي الزبده المورقه اللي بقات لنا، نحلوها بين اطراف الاصابع كما ما قبل، ونحطوها على اما الورقه تاعها يبعد اما ورق زبده. نحلو الزبده بين اطراف الاصابع باش تولي طريه، ونضيف لها ملعقه كبيره من النشاء، نشاء الذره، وندخلوا النشاء في هذه الزبده المورقه. ونفتحوا الزبده هذه دوكا راهي الزبده، نفتحوها بهذا الشكل على الورق، ورق الزبده، ونمروا الى العجين. نفتحوا العجين الى دائري بحجم يضاعف حجم الزبده اللي درناها بهذاك الشكل المستطيل، ونحطوها مباشره وبكل سهوله كما راكم تلاحظوا داخل العجين. ونحي ورق الزبده ونقلبوا الطرف الاخر من العجين على الزبده ونغطيوها تماما. الصوره توضح كل شيء وتوضح العمليه بطريقه اسهل. وهنا نبداو نحلو العجين على طول سطح العمل، ونحلو على قدر الامكان باش تولي لنا رقيقه. ونبداو نطويو من كلا الجهتين، نطويو من الجهه نمروا للجهه المقابله طيه بطيه، طيه من هنا وطيه من هناك حتى نوصلوا للمنتصف ونحطوهم على بعضهم. نخليو بعض المسافه في الوسط باش كي نقلبوا تجي تماما متناسقه. نهزوا العجين تاعنا ونقلبوها باش نحلوها بالطول كما راكم تشاهدوا، ونبداو العمليه. سرعت لكم في الفيديو باش ما يكونش طويل جدا وممل. هذه المرحله ما نرققوش العجينه بزاف،
ونبداو مباشره نطويو من الجهتين كما تعودنا حتى نوصلوا للنص ونحطوهم على بعضها. هذه هي العجينه تاعنا. نحاولوا نقسموها باش تشوفوا التوريق اللي تحصلنا عليه، وهذا هو التوريق اللي نلقاوه في نجاح هذه الوصفه. بالرغم من انه بالسكين ضغط على العجينه، ولكن النتيجه كانت مبهره كما راكم تشاهدوا. طيات بارزه والعجين ناجحه. هذه هي الوصفه اللي حاولت نشاركها معكم واللي اعتمدتها. انا ديما نشارككم بالوصفات السهله والحاجات اللي نعتمدها، وكل شخص اي وصفه يعتمدها وناجحه معه يبقى يعتمدها. شاركتكم انا تجربتي مع العجينه المورقه، وان شاء الله تنال اعجابكم. وباش نحتفظوا بها نغطيوها بالسلوفان ونحطوها في الثلاجه ونجبدوها وقت الحاجه. اعطوني رايكم في هذه الطريقه واي طريقه اعتمدتوها نتوما وخرجت عليكم. وهذه هي تجربتي مع العجينه المورقه. ان شاء الله تنال اعجابكم وان شاء الله تعتمدوها، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.